يبدو أن الأسطورتين زيدان ورونالدو قد يلتقيان من جديد في البيت الملكي، حيث أكد الإعلام الموثوق إدواغيري والمقرب من النجم البرتغالي في حديثه عبر برنامج الشيرينغيتو بأن كريستيانو رونالدو سعيد في يوفنتوس ويرغب في صنع التاريخ هناك، لكن يعرف أن ريال مدريد هو نادي فريد من نوعه. وأضاف في حديثه على أن رونالدو يعي تماما ماذا يعني الريال، ورغم أن عودته إليه قد تكون غير متوقعة إلا أن اللاعب قد يفكر في العودة إلى النادي الملكي، خاصة مع عودته المدرب زين الدين زيدان. وأكدت العديد من التقارير الصحفية الإعلامية أن كريستيانو رونالدو محبط للغاية بعد أن عاد زيدان إلى ريال مدريد، حيث كان البرتغالي ينتظر تولي زيزو مهمة تدريب السيدة العجوز في الموسم المقبل خلفا للمدرب ماسيميليانو أليغري. وأشارت التقارير الصادرة من إيطاليا على أن وكيل أعمال كريستيانو رونالدو خورخي مينديز أخبره بأن زيدان سيعود لريال مدريد ليتبخر بذلك حلم رونالدو بالعمل مع زيدان مرة أخرى، وبالتالي فإن رونالدو قد يفكر جديا في العودة من جديد للبيت الملكي. من جانبه بدأ فريق ريال مدريد في التخطيط لمنافسات الموسم المقبل بعد الإعلان الرسمي عن عودة المدرب زيدان لتولي تدريب الفريق حتى يونيو 2022، كما أن الفريق يسعى للدخول بقوة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. حيث قالت صحيفة انديبندنت البريطانية أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يرصد مبلغ 300 مليون جنيه استرليني لإنفاقها في سوق الانتقالات الصيفية مع نهاية الموسم الحالي. وأشارت الصحيفة على أن رئيس نادي الريال وعد زين الدين زيدان بالتوقيع مع نجمي باريس سان جيرمان نيمار جونيور أو كيليان مبابي أو كليهما معا، وذلك في ظل رغبة الرئيس في إعادة النادي إلى سابق عهده. وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد يرغب في التوقيع أيضا مع إيدين هازارد ونجم توتنهام كريستيان إريكسون، خاصة أن الثنائي ينتهي عقدهما في عام 2020 ويرفضان تجديد عقدهما في انتظار نهاية الموسم. وأتمت الصحيفة في تقريرها على أن الريال يسعى إلى إنعاش خزينته من خلال بيع الثنائي غاريث بيل ولوكا مودريتش في نهاية الموسم الحالي، خاصة في ظل رغبة العديد من الأندية الأوروبية بالتوقيع معهما الفترة المقبلة.